نجيو نحضروا هاد البريوات والسيكار ديال الدجاج. كيجيو زوينين، كيجيو لذاذين وكيجيو خفاف بورق الفيلو. واخا تكون الورقه كتقطع معكم كما غادي تشوفوا معايا، راه كتجي النتيجه رائعه بزاف. ان شاء الله يعجبكم هاد البريوات او لي سيكار. وانا هكا قدمتهم، انا درت لهم هكا باش يجوني شويه معسلين. هكا غير دريت عليهم العسل وشويه ديال اللوز مهرمش. وهنا قدمتهم بالصحة والسلامة. كيجيو رائعين كما قلت لكم، كيجيو خفافين وكيجيو ما حلوينش بزاف وما كيكونوش مالحين بزاف. كتجي هاد الحشوة على هاد الشكل كيجيو رائعين في المذاق. ان شاء الله تابعوا معي الطريقة والمقادير حتى الاخير ان شاء الله. هنايا واحد الطنجرة ديال الضغط درت الدجاج. انا درت هنايا صدر ديال الدجاج، تقريبا كيلو ديال صدر الدجاج وشرملتو. غادي نخلي لكم المقدار ديال الشرموله فوق. وخليته كيتشحر مع البصله وشويه ديال الربيع وعواد القرفه. كيتشحر مزيان حتى كيطلق لكم داك الماء. ومن بعد غادي نزيدوا له واحد نص كاس ديال الماء. ما نزيدوش الماء بزاف باش ما يجيكمش باسل، وصافي ونسدوا عليه ونخليوه يطيب لنا داك الدجاج مزيان. وهنا عندي اللوز اللي قليته في زيت بارده. ومن بعد هنا كما كتشوفوا زدت له السكر 3 معالق كبار، وزدت له قرفه، وزدت له المسكه الحره والفاني وهرمشتو. بعد ما وجدت ليه ديك التغميره صافي حيد داك الدجاج. ومن بعد التغميره ديالي زدت لها شويه ديال السكر وشويه ديال القرفه وشويه. وبقيت كنزيد الربيع، نزيد عفوا البيض. انا درت هنا 4 ديال البيضات لان ما درتش الحشوه بزاف. 4 البيضات تبقاو تديو وتجيبوا. هنا راني غير مسرعه على فيديو، كيبان لكم انني كنخدم بالزربه غير لا فيديو كان طويل بزاف ونقص به باش ما يجيكمش ممل. وهكا هاد البيضات نبقاو نديوهم نجيبوهم هكا بيدينا باش ما يدرولناش خيوط عفوا. وهنا زدت تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الربيع هكا حتى الاخر باش يبقى لنا داك الربيع هكا شويه باين وكيعطي المذاق. هنا نجهد البوطه ونخليو داك الماء حتى كينشف لنا. راه دغيا ينشف لانني ما زدتش فيها الماء بزاف، يعني واحد شويه كانت كافيه يعني باش دغيا كتنشف معكم هاد المريقه وما تعذبكمش في هاد المرحله. صافي هنا تقريبا راه واجد لي هاد التغميره. غنخليها غير شويه وغادي نطفيو عليها ونستقطروها في واحد الصفايه. من بعد غادي ندوزو للمرحله الاخرى ان شاء الله. هنا غنجيو للبريباراسيون ديالنا. هنا عندنا الدجاج كما قلت لكم بعد ما طاب غادي تهرمشوه. انا غادي نشد واحد الكراده وغادي نقردوه على الشكل، نقطعو بالموس باش يجيوني هكا قطع صغيره. وهنا غادي نردو للطبسيل وغادي نزيد له شويه ديال التشورميله اللي حضرنا معكم، اللي هي البصله والبيض. غنزيد لها واحد شويه لهاد الدجاج، والاخرى غادي نخليها بوحدها باش نبقى نديرها الفوق. هاد العمليه كيجي الدجاج بنين وكيجي هكا ميجيناش ناشف بزاف، كيجي لنا هو هذاك. صافي زدت ديك التغميره شويه لهاد الدجاج وخلطت العناصر ديالي. يعني طريقه سهله وواضحه. وهنايا عندي ورقه الفيلو قطعتها على شكل طولي، وهنا كندهنها غير بالزيت. هاد الورق الفيلو واخا كيتقطع ولكن كيعطي النتيجه رائعه. كيجيو بريوات او لي سيكار وحتى البسطيلات كيجيو رائعين، كيجيو مقرمشين حسن بورق البسطيله العاديه. هنا كما كتشوفوا كندورها على شكل بريوات عاديين. وهنا غادي نجمعها غير بالزبده، مغاديش ندير كاع الدقيق. العمليه سهله واخا كيبقى يتقطع شويه داك الورق الفيلو، ولكن راه هكا كتجمع وكتجي مزيونه. صافي نستمر حتى نكمل كاع ديك الحشوه اللي عندي. وحتى الا شاطت لكم شويه ولا يعني كديروها شي بواطه وكتخبيوها في الثلاجه حتى كتوليو تخدموا بها. هنايا غادي ندير لي سيكار نفس العمليه. غادي ندير شويه ديال الحشوه في الوسط ديال الدجاج، ومن بعد غادي ندير فوقها شويه ديك التشورميله، وغادي ندير فوقها شويه ديال اللوز ديال مهرمش. يعني الطريقه كنخدموا بها البسطيله. وصافي كنطويو بالجناب هكا فوق داك الحشوه وكنلويو لي سيكار ديالنا. السيكار كيجيو دغيا كتخدموا ودغيا كتسربيو وكيجيو بنانين حتى هما عندهم الرونق ديالهم. وصافي هكا انا هكا لي سيكار ما خدمتش بزاف، اغلبيه درتهم بريوات. هي هكا باش نوع لكم في هاد لا فيديو، يعني نفس الطريقه كتخدموا بها البسيطلات وكتخدموا بها البريوات وكتخدموا بها
هاد لي سيجار او لينيم. صافي كنديرو شويه د الحشوه وكنزيدو هذيك الدغميره وكنزيدو شويه ديال اللوز مهرمش وكنلويو بطريقه ساهله. وما تنساوش دهنوا الورقه ديالكم. انا دهنت غير بالزيت ومن بعد غادي ندهنها بالزبده باش ندخلها للفرن باش تجيني ديك القرمشه وكتعطينا ديك الحموريه. هنايا واخا كيما قلت لكم كتقطع الورقه ولكن دغيا كتجمعوها هنا بعد ما وجدت كاع لي سيجار اللي عندي والبريوات الحشوه اللي عندي عمرتها. هنايا دوب بالزبده وكندهن دوك البريوات مزيان بالزبده وندخلوه الفران اللي كيكون ديجا مسخن وكنقصوا شويه د العافيه ونخليهم هكا يطيبوا على خاطرهم يتحمروا. نطلعوهم من الفوق يزيدوا يتحمروا لنا من الفوق ونحيدوهم ونقدموهم بالصحه والراحه. بغيتو تقدموهم هكا بغيتو ديروا لهم العسل والسكر والقرفه او ديروا لهم العسل واللوز وتقدموهم بالصحه.